حبايبي أبطال رابعة ابتدائي. النهاردة هنعرف إزاي نحل سؤال الخريطة بكل سهولة إن شاء الله. بس قبل ما نبدأ هنسمي الله ونصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أول حاجة هنتكلم عليها في الفيديو بتاع النهاردة إننا نفتكر مع بعض تعريف الخريطة. الخريطة هي عبارة عن إيه؟ هي عبارة عن رسم توضيحي لسطح الأرض أو جزء منه باستخدام مجموعة رموز وألوان ومقياس رسم محدد. تاني، الخريطة هي إيه؟ رسم توضيحي لسطح الأرض أو جزء منه باستخدام مجموعة رموز وألوان ومقياس رسم محدد. طيب، تاني حاجة هنتكلم عليها وهي عناصر الخريطة. يعني الخريطة دي بتتكون من إيه؟ يلا نفتكر مع بعض. رقم واحد، عندي عنوان الخريطة. كل خريطة هنلاقي تحتها عنوان. يعني الخريطة اللي قدامنا لها عنوان اسمه جمهورية مصر العربية. من خلال العنوان أنا عرفت إن الخريطة اللي قدامي بتتكلم على جمهورية مصر العربية. طيب، رقم اتنين، مقياس الرسم. مقياس الرسم هو عبارة عن إيه؟ هو عبارة عن النسبة بين المسافة على الخريطة وما يقابلها على أرض الواقع أو على الطبيعة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني العلماء قبل ما يرسموا الخريطة فكروا إزاي يرسموا خريطة لمصر كلها. طبعا مساحة مصر 1,000,000 كيلومتر مربع. لو فكروا يرسموا المساحة دي كلها على الورق طبعا مش هيلاقوا ورق يكفي. طيب، عملوا إيه؟ عملوا حاجة اسمها مقياس الرسم. مقياس الرسم ده هديلك مثال صغير يوضح لك ويعرف لك يعني ايه مقياس الرسم. يعني لو هتقيس المسافة ما بين القاهرة واسكندرية هتلاقي طبعا المسافة ما بينهم على الخريطة لو قستها بالمسطرة 2 سنتي ونص. طيب، لو قستها على الطبيعة هتلاقيها 250 كيلومتر. يعني السنتيمتر اللي موجود على الخريطة بيساوي 100 كيلومتر من اللي موجودين على الطبيعة. خلاص. يبقى تاني، مقياس الرسم دوره ايه؟ هقول له هو بيوضح لي النسبة ما بين المسافة على الخريطة وما يقابلها على أرض الواقع، وده شكل مقياس الرسم. طيب، رقم ثلاثة وهو وردة البوصلة. طيب، وردة البوصلة هنا دورها ايه يا ولاد؟ هقول له بتوضح لي الاتجاهات الأصلية والاتجاهات الفرعية، ومن خلال وردة البوصلة أقدر أحدد الموقع على الخريطة وعلى الطبيعة. رقم أربعة وهو مفتاح الخريطة. مفتاح الخريطة هو عبارة عن صندوق فيه شوية رموز وألوان. طيب، دوره إيه المفتاح ده؟ ده بيوضح لي معنى الرموز والألوان اللي موجودة على الخريطة. يعني حضرتك لو هتشوف اللون الأحمر اللي موجود عند القاهرة هقول له اللون الأحمر ده مكتوب جنبه العاصمة. يعني من خلال مفتاح الخريطة عرفت إن عاصمة مصر هي القاهرة. طيب، نروح على المعلومة اللي بعدها وهي الاتجاهات الأصلية أو الفرعية. مهم جدا تكون عارف الاتجاهات الأصلية والفرعية علشان تقدر تحدد موقع المكان سواء على الخريطة أو على الطبيعة. طيب، الاتجاهات الأصلية وهي الشمال، الجنوب، الشرق، الغرب. طيب، لو جالي سؤال أكمل العبارات الآتية: الجهة المقابلة لاتجاه الشمال هي نقط، هقول له الجنوب. طيب، الجهة المقابلة لاتجاه الشرق هي، هقول له الغرب. ممتاز. نروح على الاتجاهات الفرعية. الاتجاهات الفرعية طبعا ما بين كل اتجاهين أصليين هلاقي اتجاه آخر فرعي. يعني ما بين الشمال والغرب هقول له في اتجاه فرعي اسمه الشمال الغربي. طيب، ما بين الشمال والشرق في اتجاه فرعي تاني اسمه، هقول له الشمال الشرقي. طيب، ما بين الجنوب والغرب في اتجاه فرعي تاني اسمه، هقول له الجنوب الغربي. ما بين الجنوب والشرق في اتجاه فرعي آخر اسمه الجنوب الشرقي. يبقى أنا عندي فيه 4 اتجاهات فرعية وأربع اتجاهات أصلية. طيب، إيه ال4 اتجاهات الأصلية يا ولاد؟ الشمال والجنوب والشرق والغرب. طيب، إيه 4 اتجاهات الفرعية؟ هقول له الشمال الشرقي والجنوب الشرقي والشمال الغربي والجنوب الغربي. ممكن يجي لي سؤال يقول لي أكمل العبارات الآتية: الجهة المقابلة لاتجاه الشمال الشرقي هي نقط، هقول له
الجهة المقابلة عايز اللي قدامها بالظبط، هقول له الجنوب الغربي. طيب الجهة المقابلة للشمال الغربي هقول له ايه؟ ايوه بالظبط كده، الجنوب الشرقي. طيب انا كده اتعرفت على الاتجاهات الاصلية والفرعية، وعرفت الفرق ما بينهم، وعرفت ان كل اتجاهين اصليين يقع بينهم اتجاه اخر فرعي. طيب طرق تحديد الاتجاهات. عندي زمان المصريين يا ولاد استخدموا الشمس نهارا في تحديد الاتجاهات. ازاي يعني يا مستر؟ احنا عارفين ان الشمس بتشرق من جهة الشرق، وما دام انا حددت اتجاه هقدر ببساطة احدد باقي الاتجاهات. طيب يبقى انا عندي المصريين القدامى استخدموا نقط في تحديد الاتجاهات نهارا، هقول له الشمس. رقم اتنين هقول له استخدموا النجوم ليلا في تحديد الاتجاهات. طيب ازاي يا مستر؟ هقول لك اعتمدوا على النجم القطب الشمالي، وده نجم لامع في السماء دائما بيشير الى اتجاه الشمال. وطبعا ما دام حددنا اتجاه اقدر احدد باقي الاتجاهات. يبقى انا عندي هنا اعتمد المصريون القدامى على نقط في تحديد الاتجاهات، هقول له على الطبيعة، الشمس نهارا والنجوم ليلا. طيب عندي من أدوات تحديد الاتجاهات البوصلة. البوصلة دي عبارة عن إيه؟ هقول له عبارة عن أداة بها إبرة مغناطيسية تشير دائما إلى اتجاه الشمال، ومن ثم تحديد باقي الاتجاهات. طيب دلوقتي في ظل التكنولوجيا المتقدمة أقدر أحدد الاتجاهات من خلال البوصلة الرقمية، وأعرف من خلال الموبايل أحدد الاتجاهات بتاعتي بسرعة أكبر ودقة أكبر. طيب نروح على المعلومة اللي بعدها. المعلومة اللي بعدها هتعرف على محافظات مصر. طبعا أول حاجة عايزك تعرفها ليه تم تقسيم مصر إلى محافظات. هقول له بسبب اتساع مساحة مصر. يعني لو جالي سؤال قال لي بما تفسر تم تقسيم مصر إلى محافظات، هقول له بسبب اتساع مساحة مصر. طيب عندي هنا قبل ما أبدأ أتكلم عن المحافظات هبدأ أتكلم الأول على حدود مصر. يعني إيه حدود مصر؟ يعني ما يحيط بمصر من جميع الاتجاهات. وعايزك تحط في بالك دايما لما تجيلك أي معلومة خاصة بالاتجاهات، لو مش موجودة قدامك وردة البوصلة، حضرتك ترسمها بنفسك فين؟ في الكتاب أو في السكتش اللي قدامك. وطبعا سهلة جدا، طول ما انت حافظ الاتجاهات هتقدر تحدد المكان بشكل بسيط جدا، سواء على الخريطة أو على الطبيعة. طبعا احنا قلنا فوق شمال، تحت جنوب، يمين شرق، شمال غرب. ما يحيط بمصر من جهة الشمال هقول له رقم واحد البحر المتوسط. طيب عندي هنا ما يحيط بمصر من جهة الشرق هقول له البحر الأحمر. يبقى أنا عندي هنا كم بحر موجود في مصر يا ولاد؟ عندي بحرين، بحر متوسط في جهة الشمال والبحر الأحمر في جهة الشرق. طيب ما يحيط بمصر من جهة الجنوب هقول له عندي دولة اسمها دولة السودان. دولة إيه يا ولاد؟ السودان. طيب عندي دولة أخرى موجودة في جهة الغرب اسمها دولة ليبيا. طيب عندي كمان دولة موجودة في شمال شرق مصر وهي دولة فلسطين. خلاص يا ولاد، يبقى أنا كده عرفت حدود مصر بالتفصيل. من ناحية الشمال عندي البحر المتوسط، ومن ناحية الشرق البحر الأحمر، الجنوب السودان، عندي من ناحية الغرب دولة ليبيا. طيب لو جالي مثلا خريطة صماء وقال لي رقم واحد هنا يشير إلى إيه؟ هقول له دولة ليبيا. رقم اتنين هقول له السودان. عندي رقم تلاتة دولة فلسطين. رقم أربعة هقول له البحر الأحمر. رقم خمسة هيقول له البحر المتوسط. طيب نروح على المعلومة اللي بعدها. احنا كده اتعرفنا على حدود مصر، يعني ما يحيط بمصر من جميع الاتجاهات. هنتكلم دلوقتي على محافظات مصر. عندي محافظات الحدود الصحراوية، نبدأ بيها مع بعض. محافظة الحدود الصحراوية عندي مطروح، عندي الوادي الجديد، محافظة البحر الأحمر، جنوب سيناء، شمال سيناء. طيب قبل ما أبدأ أكمل عايز أعرفك إن أكبر محافظة من محافظات مصر هي محافظة الوادي الجديد. طيب أصغر محافظة هي إيه؟ هقول له محافظة دمياط. يبقى أنا عندي هنا أكبر محافظة هي الوادي الجديد من حيث المساحة، وأصغر محافظة هي
محافظة دمياط. طيب يبقى أنا عندي محافظات الحدود الصحراوية كام؟ هقول له خمسة: مطروح، الوادي الجديد، بحر الأحمر، وجنوب سيناء، وشمال سيناء. طيب أكبر محافظة هقول له الوادي الجديد، أصغر محافظة هقول له محافظة دمياط. طيب هنتكلم مع بعض على إيه يا ولاد دلوقتي؟ على معنى محافظة الحدود الصحراوية. طبعا صحراوية علشان نسبة الصحراء اللي فيها كبيرة جدا. طيب ايه حدود دي يا مستر؟ هقوله لانها تفصل ما بين مصر وما بين دول مجاورة. مطروح بتفصل ما بين مصر وايه كمان، وما بين ليبيا. وعندي الوادي الجديد بتفصل ما بين ليبيا من جهة الغرب وما بين السودان من جهة الجنوب. البحر الأحمر بتفصل ما بين مصر وما بين السودان من جهة الجنوب. شمال سيناء وجنوب سيناء بتفصل ما بين مصر ودولة فلسطين. طيب يبقى أنا كده اتكلمت على محافظات الحدود الصحراوية. طيب وعايز أقول لك معلومة مهمة جدا: الحدود اللي بتفصل ما بين مصر ودول أخرى دي اسمها حدود دولية. حدود إيه يا أولاد؟ دولية. طيب نروح نتعرف على باقي المحافظات. عندي محافظات الوجه القبلي، وعندي كمان محافظات الوجه البحري. طيب محافظات الوجه القبلي بتبدأ منين؟ هقول له من الجيزة، وبعدها الفيوم، بني سويف، منيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان. طيب في عندي خطوط بتفصل ما بين كل محافظة، دي اسمها ايه؟ اسمها حدود إدارية. يبقى أنا عندي حدود دولية اللي بتفصل ما بين مصر ودول مجاورة، وعندي حدود إدارية بتفصل ما بين مصر بكل محافظات مصر. كل محافظة والتانية بتفصل ما بينها حدود اسمها حدود إدارية. طيب عندي كمان محافظات الوجه البحري، وهتبدأ بالقاهرة وبتنتهي بالإسكندرية. طيب نتكلم على ايه كمان دلوقتي يا ولاد؟ نتكلم على المدن الساحلية. المدن الساحلية في عندي مدن تقع على ساحل البحر المتوسط زي اسكندرية وزي بورسعيد، وكمان عندي دمياط، دي اسمها مدن ساحلية تقع على ساحل البحر المتوسط. عندي كمان مدن ساحلية تقع على ساحل البحر الأحمر، وهي الغردقة وشرم الشيخ. دي الغردقة ودي شرم الشيخ. خلاص يا ولاد؟ طيب يبقى أنا عندي المدن الساحلية: الغردقة وشرم الشيخ على ساحل البحر الأحمر، اسكندرية، بورسعيد، دمياط على ساحل البحر المتوسط. طيب نروح على المعلومة اللي بعدها، وهي تضاريس مصر. يعني إيه تضاريس أصلا يا ولاد؟ تضاريس يعني أشكال سطح الأرض في مصر. طيب عندي أشكال سطح الأرض في مصر تتمثل في إيه؟ هقول له في أراضي مرتفعة ومنخفضات. طيب أو أرض مرتفعة وأرض منخفضة. هنبدأ مع بعض نتكلم على تضاريس مصر. هبدأ معاكم بالهضاب. عندي هضاب في مصر؟ أقول له آه طبعا عندي هضاب موجودة في الصحراء الغربية وفي الصحراء الشرقية وفي شبه جزيرة سيناء. طيب فين يا مستر؟ يلا بينا مع بعض. عندي هضبة الجولف الكبير، ودي مكانها بالظبط هنا يا ولاد. عندي كمان هضبة العبابدة، وهنا مكانها في الجنوب في الصحراء الشرقية. وعندي كمان هضبة التيا، موجودة فين يا ولاد؟ موجودة في وسط شبه جزيرة سيناء. طيب يبقى انا عندي هنا الهضاب هقول له هضبة الجولف الكبير، وده مكانها بالظبط. وعندي كمان هضبة العبابدة. عندي كمان هضبة التيا. طيب احنا كده قلنا الهضاب اللي موجودة في مصر. طيب ايه كمان يا ولاد؟ عندي الجبال. عندي جبل اسمه جبل العوينات، مكانه هنا بالظبط، يعني في جنوب غرب مصر في الصحراء الغربية. عندي كمان أو جبال البحر الأحمر، سلسلة جبال البحر الأحمر، ودي مكانها هنا بالظبط يا أولاد. وعندي هنا جبل اسمه جبل علبة. طيب عندي جبل تاني اسمه جبل سانت كاترين، ده موجود في جنوب سيناء. يبقى أنا عندي جبل العوينات، عندي جبل علبة، جبل البحر الأحمر، جبل سانت كاترين. مهم جدا أعرف أماكن الجبال، أعرف أماكن المحافظات، علشان أقدر أحل أي خريطة صماء موجودة قدامي. طيب عندي إيه كمان يا ولاد غير الجبال والهضاب اللي موجود في مصر؟ عندي كمان تلال المقطم، ودي مكانها فين؟ هقول له مكانها في القاهرة. طيب غير التلال والجبال والهضاب عندي كمان ايه؟ هقول له عندي نهر النيل، وده مكانه بالظبط. اوكي، بيمتد من الجنوب حتى الشمال. عندي ايه كمان؟ عندي بحيرات. اه عندي بحيرة ناصر، دي موجودة في الجنوب، مكانها هنا بالظبط. عندي كمان بحيرة البردويل، وعندي بحيرة المنزلة. طب بحيرة ناصر دي يا ولاد هقول له طبعا دي بحيرة
مياه عذبة. البردويل والمنزلة دي بحيرة أو بحيرات مياه مالحة بسبب وجودها بجوار البحر المتوسط. طيب، نروح على المعلومة اللي بعدها. احنا اتكلمنا على الجبال، اتكلمنا على الهضاب، اتكلمنا على البحيرة، اتكلمنا على التلال. هنتكلم على الجزيرة، وعندي جزيرة في البحر الأحمر اسمها جزيرة شدوان. جزيرة ايه يا ولاد؟ شدوان. عندي منخفض، وده موجود فين يا ولاد؟ في الصحراء الغربية، اسمه منخفض القطارة. وعندي كمان منخفض اسمه منخفض الفيوم. طب يعني ايه منخفض يا مستر؟ هقول له هو عبارة عن أرض تنخفض عما حولها، مثل منخفض القطارة أو منخفض الفيوم. طيب، هنتكلم على ايه كمان يا ابطال؟ هنتكلم على هنا المثلث ده اسمه الدلتا. عندي هنا كمان خليج اسمه خليج العقبة، وده هنا اسمه خليج السويس. مهم جدا جدا تكون عارف كل البيانات اللي موجودة قدامك، علشان لو جات لو جالك اي خريطة تقدر تحلها وانت مغمض عينيك. طيب، عندي هنا منخفض سيوة. عندي كمان حاجة اسمها بحر الرمال العظيم، وده مش بحر بمعنى كلمة بحر، ده تعبير مجازي، وده بيدل على كثرة الرمال اللي موجودة في الصحراء الغربية، وأطلق عليها بحر الرمال العظيم. طيب، المعلومة اللي بعدها وهي استخدامات الخرائط. هل الخرائط دي مهمة؟ آه طبعا مهمة جدا. ليه؟ هقول له طبعا بتوضح لي الأماكن من حولنا. طيب، مين اللي بيستخدم الخرائط يا ولاد؟ هقول له رقم واحد المزارع في تحديد موقع الأراضي الزراعية، الجندي تحديد موقع أو المواقع العسكرية. الجندي بيستخدمها في تحديد المواقع العسكرية. المهندس بيستخدمها في التخطيط لإنشاء المباني والطرق. السائح بيستخدمها في الوصول إلى الأماكن الأثرية والسياحية. قائد الطائرة بيستخدمها في تحديد مسار الرحلة، يعني اتجاه الرحلة بتاعته. معلم الدراسات الاجتماعية زي مستر إسلام دلوقتي بيعرفني على الخريطة من خلال الشرح، والطالب بيستخدمها خلال المذاكرة. طيب، نروح على المعلومة اللي بعدها، والمعلومة دي بتعرفني على مفاهيم التضاريس اللي احنا أخدناها مع بعض دلوقتي وراجعناها سوا. الجبل هو عبارة عن إيه؟ أرض شديدة الارتفاع، لها قمة وجوانبها شديدة الانحدار، ويزيد ارتفاعها عن 1000 متر. التل هقول له أرض مرتفعة لها قمة بس يقل ارتفاعها عن 1000 متر. الهضبة هقول له مساحة واسعة من الأرض المرتفعة مستوية أو شبه مستوية. المنخفض أرض تنخفض عما حولها، أو أرض تنخفض عن مستوى سطح البحر. التعريفين صح. طيب، يعني إيه بحر؟ هقول له مساحة واسعة من المياه المالحة أقل من المحيط، أقل عمقا من المحيط. البحيرة هقول له هي مساحة صغيرة من المياه العذبة أو المالحة يحيط بها اليابس من جميع الجهات. وطبعا عندي أمثلة للمياه البحيرات اللي موجودة عندي: العذبة بحيرة ناصر في جنوب مصر، المالحة البردويل أو البرولوس في شمال مصر، أو المنزلة. عندي كمان شبه جزيرة. هو عبارة عن إيه يا مستر شبه جزيرة؟ هقول له أرض تحيط بها المياه من ثلاثة اتجاهات مثل شبه جزيرة سيناء. طب يعني ايه جزيرة؟ هقول له عندي هي عبارة عن يابس يحيط بها المياه من جميع الاتجاهات مثل جزيرة شدوان في البحر الأحمر. السهل الفيضي هقول له مساحة من الأرض مستوية وقليلة الارتفاع اتكونت من رواسب الأنهار، ودي يا ولاد بتتميز بوجود تربة خصبة صالحة للزراعة. النهر هقول له مجرى مائي عذب. والسهل الساحلي هقول له مساحة من الأرض تمتد على طول الساحل. طيب، عايزين نطبق المعلومات اللي احنا قلناها مع بعض يا ولاد. عندي هنا الثلاث خرائط اللي قدامنا بيوضحوا لي بشكل مهم جدا. لازم اي فيديو بسمعه لازم احل تمارين علشان اقدر ااكد المعلومة اللي انا اخدتها. طيب، عندي الخريطة رقم واحد بتقول لي دولة ايه. هنا بتشاور لي على دولة، راحت بتشير الى ايه؟ هقول له دولة فلسطين. رقم اتنين يشير الى، هقول له البحر الاحمر. رقم ثلاثة يشير الى البحر المتوسط. رقم أربعة يشير إلى دولة، ممتاز، ليبيا. رقم خمسة السودان. عندي رقم ستة هقول له خليج السويس. ممتاز. سبعة هقول له خليج العقبة. طيب، عندي الخريطة رقم اتنين بيقول لي
جبل موجود في جنوب سيناء، هقول له اه طبعا ده جبل سانت كاترين. اتنين، بحيرة، هقول له اه دي بحيرة المنزلة. تلاتة، هقول له بحيرة البردويل دي موجودة شمال سيناء أو شمال شبه جزيرة سيناء. عندي رقم أربعة، جزيرة، جزيرة موجودة هنا في البحر الأحمر، هقول له مفيش غيرها جزيرة شدوان، ممتاز. عندي رقم خمسة، هقول له هضبة الجولف الكبير. عندي رقم ستة بحيرة ناصر، ودي طبعا بحيرة مياه عذبة. وعندي رقم سبعة جبال البحر الأحمر. نروح على الخريطة الثالثة. عندي هنا رقم واحد بيقول لي محافظة موجود بها الجامع الأزهر، هقول له طبعا محافظة القاهرة، ودي مذكورة في درس المعالم التاريخية. رقم اتنين راح بيشير إلى البحر الأحمر. رقم ثلاثة محافظة يوجد بها المسرح الروماني وهي الإسكندرية. وعندي رقم أربعة دولة السودان. رقم خمسة محافظة موجود بها دير سانت كاترين، وهو أقدم الأديرة في العالم، موجود في جنوب سيناء. وبكده نكون وصلنا مع بعض لنهاية آه، الجزء بتاعنا اللي هو ازاي تحل سؤال الخريطة. اتمنى تكونوا استفدتوا معايا من المعلومات اللي قدمتها. ما تنسوش دعمنا بالاعجاب والاشتراك في القناة علشان يوصل لك كل جديد، وانتظرونا في المراجعة النهائية لليلة الامتحان الجزء الاول والتاني ان شاء الله. كان معاكم مستر اسلام الهواري.